خلينا متفقين ان مجال الموتوسيكلات هنا في مصر من اكتر المجالات اللي مليانه هبد تاريخي، ودي حقيقه انا اكتشفتها مع مرور الوقت كده ان في فعلا كميه هبد موجوده في مجال الموتوسيكلات مش طبيعيه، وكلام كتير بيتقال مش حقيقي. وانا النهارده جاي اقول لك على 5 هبدات او 5 خرافات اتقالت في مجال الموتوسيكلات ناس كتير جدا مصدقاها وبتعمل عليها وهي ملهاش اي علاقه بالواقع. بس قبل ما ابدا بطلب منك انك ترزع اللايك بتاعك عشان الفيديو ينتشر اكتر، ويلا بينا نخش على اول خرافه. اول حاجه واكتر حاجه يعتبر حصل عليها جدال في فيديوهات نزلتها قبل كده، وكانت ناس تقريبا بتخش تشتمنا عليها، مش فاهم ليه علاقه الشتيمه بالموضوع، بس المهم يعني ان هو الانجن بريك او ان انت تفرمل بالموتور. موضوع الفرمله بالموتور ده ممكن نمسكه في فيديو لوحده كده نقعد نتكلم عليه ونشرحه واحده واحده بالتفصيل. بس مبدئيا ان الناس فاكره ان الفرمله بالموتور ده شيء غلط على الموتور نفسه. هو طبعا غلط في حاله معينه ان انت لو استخدمته غلط. استخدامه الصح ازاي؟ ان هو بكل بساطه لو انت مثلا ماشي على الغيار الرابع ولا حاجه وانت عايز تهدي سرعتك بس شويه، بتسيب بنزين وبتسيب دبرياج وما بتمسكش فرامل، ما بتمسكش اي حاجه، وتلاقي المكنه هديت مع نفسها. طبعا عايز اقوي الفرامل اكتر بستخدم معاها فرامل خلفيه، عايز اقويها اكتر واكتر بستخدم فرامل خلفيه مع فرامل اماميه، وهكذا. طبعا لو عايز اسقط نقلات، تصقيط النقلات دوت لازم يجي تدريجي. يعني مثلا ماشي انا على سرعه 80، سرعه 80 دوت على قد الغيار الرابع، عايز انزل الغيار الثالث لازم سرعه المكنه تنزل لمثلا 60 ولا حاجه، فانا انزل الغيار الثالث علشان يبقاش ده كده غلط على الموتور. طول ما انا بستخدم الانجن بريك في السرعه المناسبه ده كده ما فيهوش اي ضرر على الموتور بتاع الموتوسيكل. خلينا نوضح الموضوع اكتر. دلوقتي انا ماشي على الغيار الخامس، وكل اللي انا هعمله ان انا هسيب بنزين بس. انا كده بريح شويه وممكن ازود بالفرامل الخلفيه كده. الموضوع ساعدني اكتر في الفرمله من غير ما امسك دبرياج. الدبرياج همسكه لما اكون انا عايز انزل نقله، اسقط نقله، وهوريكم مثال تاني دلوقتي. انا كده ماشي على سرعه وهفرمل بالموتور واحده واحده وهسقط نقلات مع الموضوع. انا كده بفرمل اهو وبستخدم فرامل خلفيه. عايز ازود فرمله او ماسك دبرياج او منزل غيار، الموضوع اسرع شويه، او منزل غيار كامل عند التالت كان عند التاني وخلاص كده وقفت. طبعا ده مش اسرع حاجه، بس ده حاجه توضيحيه. انا بمسك دبرياج بس علشان اساعد في الموضوع ان الغيار ينزل، لكن ما بفضلش ماسكه على طول، وبنزل مع الغيار لما السرعه تنزل برضو واحده واحده. تاني خرافه معانا وهي ان ناس كتير بتجيب موتوسيكل جديد ويقول لك انا هلينه على الواقف. طيب عشان نفهم الموضوع ده جاي ازاي، فكره التليين من الاساس ان انت بتخلي الاجزاء بتاعه الموتور تتفاعل مع بعضها وتتحرك مع بعضها علشان تلين او عشان تاخد على بعضها بشكل احسن. فالفكره ان انت تلين وانت بتتحرك بالموتوسيكل ان انت بتخلي كل غيار وكل الاجزاء في الموتور تشتغل مع بعضها، ان انت بتتحرك حركات مختلفه، مره تمشي سرعه هاديه ومره تمشي بسرعه عاليه، وبتقعد تعمل عمليه تبادل بين الغيارات بتاعه الموتوسيكل. وطبعا مع الحركه بتاع الموتوسيكل لازم يحصل مقاومه، فالمقاومه دي في الاخر بتخلي الاجزاء تتطبق على بعضها، وزي ما احنا بنقول كده ايه، الموتوسيكل بيلين. فايه الفايده ان انا اخلي الموتوسيكل واقف في مكانه واقف بيلين كده؟ مفيش حاجه بتتفاعل مع بعضها ومفيش اي اجزاء بتتحرك مع بعضها بشكل كويس، هو بس البستن طالع نازل وخلاص. على كده انا عايز الموتور كله يشتغل معايا، فعشان الموتور كله يشتغل معايا لازم انا اتحرك بيه الموتوسيكل حركه عاديه جدا، واروح بيه مشاوير واتحرك بيه بشكل طبيعي جدا لمده مثلا 1000 كيلو، وبكده انا ابقى لينت صح. لكن التليين على الواقف ده شيء غلط. ولو عايزين تعرفوا طريقه التليين من اول ما تشتري الموتوسيكل لغايه ما الموتوسيكل يلين معاك، هسيب لك اللينك بتاع الفيديو بتاع التليين في الوصف بتاع الفيديو. ثالث خرافه معانا ودي اللي بتضحكني شويه، وهي بتيجي بعد التليين على طول. الواحد يمسك الموتوسيكل يلينه على الواقف وبعد كده يقوم واخد الموتوسيكل يروح يسنه، وهي خرافه سن الموتوسيكل. يعني ايه اصلا سن موتوسيكل؟ الكلمه دي تقريبا مش موجوده في اي كتالوج في اي موتوسيكل في الدنيا، مفيش حاجه اسمها سن موتوسيكل دي خالص. يعني من الاخر كلمه ملهاش اساس علمي، كلمه انتشرت في المناطق الشعبيه بشكل كبير وبين الميكانيكيه وبين الناس القديمه شويه، بس الكلمه ديت ملهاش اي اساس علمي خالص. اي موتوسيكل في الدنيا بتروح تشتريه بتلينه وبعد كده هتلاقيه معاك جاب توب سبيد عادي جدا وماشي معاك كويس جدا ومفيش اي مشكله. وعن تجربه كمان عشان لو حد هيشكك، انا لينت الموتوسيكل بتاعي واصحابي لينوا بتاع الموتوسيكلات بتاعتهم من غير ولا نسن ولا نعمل. وعشان برضو لو انت ما تعرفش يعني ايه سن اصلا، هي الفكره ان هم بيلينوا الموتوسيكل وياخد الموتوسيكل اول ما يلينه على طول يقوم ماسكه على طريق مفتوح مثلا، يقعد يقرص على كل غيار ويجيب اخره. هي عاديه يعني، ولا هتضر ولا هتفيد، لا بالعكس هي ممكن تضر شويه. يعني موضوع القرص ده غلط، لكن مش هتفيد باي حاجه، عادي جدا. لو انا ما عملتش الحركه دي برضه الموتوسيكل هيديني اداء كويس جدا لو انا لينته صح. اهم حاجه التليين الصح مش السن، مفيش حاجه اسمها سن من الاساس. خلينا نخش على النقطه رقم 4، وقبل ما ابدا فيها بفكرك ان انت تزعل اللايك بتاعك علشان محتاجين دعم الفتره دي واقدر اكمل في المحتوى بشكل مستمر، واشترك في القناه لو انت مش مشترك، لان عدد كبير جدا من اللي اتفرجوا على الفيديوهات
مش مشتركين في القناه وبيرجعوا يتفرجوا باستمرار، ده انا بشوفهم في الاحصائيات عندي، فاشترك في القناه. الخرافه رقم 4 وهي ان انت علشان تجيب التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل او البايك اللي تحت رجليك ان انت لازم تقرص على كل غيار لغايه اخره، والموضوع ده برضو غلط تماما وغلط على الموتوسيكل. فيديوهات كتير جدا اتكلمنا فيها الفتره اللي فاتت ان انت ما ينفعش الموتوسيكل بتاعك تقعد تقرص على كل غيار، لان ده بيكون غلط على الموتور جامد جدا وبيأثر من عمره بشكل كبير. لكن انت علشان تجيب التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل بتاعك عادي جدا بتنقل من كل غيار للغيار الثاني الثالث للرابع والخامس، هو ده اللي هتقرص عليه وهو ده اللي هيجيب السرعه اللي انت عايزها والتوب سبيد بتاعت الموتوسيكل. التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل لو انت مش ملايم بقى صح من البدايه مش هتيجي معاك كويس، لو انت مش بتعامل الموتوسيكل معامله كويسه مش هتيجي معاك كويس، لو انت مش مصين الموتوسيكل ومنضفه كده ومظبط الدنيا فيه مش هتيجي معاك كويس. لكن مش بان انت تقرص على كل غيار وتقعد تجيب اخره وتفحت الموتوسيكل بتاعك علشان تجيب التوب سبيد. وافتكر ان التوب سبيد مش موجوده غير في اخر غيار بس، الخامس او السادس على حسب الموتوسيكل اللي معاك، هو في الغيار الاخير بس، مش محتاج ان انت تقرص على الغيارات اللي قبلها دي كلها. اما بالنسبه للخرافه الخامسه واخر خرافه معانا دي انا هسيبها لك تحت في الكومنتات، عايزك تقول لي ايه اكتر حاجه او ايه اكتر هبده سمعتها في مجال الموتوسيكلات وحسيت ان هي منتشره بشكل كبير واستفزتك كده وعايز توصلها للناس، اكتبها لي تحت في الكومنتات علشان كلنا نستفاد من بعض. وهي بس على كده، انا معاذ سعد، دي قناه موتور، وده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد، سلام.